السلام عليكم، كيفكم متابعيني طيبين؟ اليوم بسوي معاكم سلطة بالمكرونة. وهذه مكونات: أحتاج للبن زبادي، أحتاج زينة السلطة، أحتاج لذرة، خيار، فاصوليا حمراء، جزر، جبنة بيضة، خس مقطع، زيتون أخضر، زيتون أسود، عصير ليمون، بودرة الثوم، خردل، جبنة كاسات، مايونيز، بليلة، الصلصة الفرنسية، وهذه صلصة السلطة الإيطالية، وفلفل أسود، واحتاج لصلصة الرانش وملح. هذه المكونات. شوفوا يا متابعين، ضفت على المكرونة اللي هو الجزر والذرة والخس وبليلة وزيتون أخضر وزيتون أسود وفاصوليا حمراء. كل المكونات ضفتها على بعض. دحين أقلب المكونات مع بعض. شوفوا يا متابعين، حطيت هنا ملعقتين جبنة سايلة وملعقتين مايونيز صلصة الرانش وعصير ليمون. ضفت معاه عصير ليمون، وضفت معاها الصلصة الفرنسية، وضفت معاها السلطة الإيطالية، وملح وخردل، فلفل أسود وبودرة الثوم وعلبة لبن. دحين أقلب المكونات مع بعض. شوفوا يا حبايبي، ضفت الصوص حق الزلطة على المكرونة والخضار. دحين أقلب المكونات مع بعض. شوفوا يا متابعيني، خلطت المكونات مع بعض. دحين أحطها في صحن التقديم. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا متابعيني، حطيتها في صحن التقديم. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. وضفت عليه جبنة بيضة وزينة السلطة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. بالعافية علينا. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك، شير، وسبسكرايب، وتشاركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بالعافية علينا.